يلا شباب يلا يلا هاي. عسلامة الناس الكل. اليوم في أول افونتور في سيزون 2024-2025 كيف ما العادة. معايا صديقي مختار اللي هو غني عن التعريف، واليوم زاد معنا صديقنا مهدي، صديق جديد في الفيديوهات على اليوتيوب. السلام مرحبا بكم. صديقي مهدي باش تشوفوه معنا برشا في ديزافونتور اخرين. ان شاء الله عندنا فما مغامرة على قريب باش نبدو بها اللي هي متاع جبل بورملي. فما عندنا برشا مغامرات اخرين باش نعملوهم متاع فرود ان شاء الله بالبسكليتات باش برشا نعرفوكم معناها المناطق موجودة عندنا لهنا في قفصة، بالاحرى معناها موجودة في الجنوب التونسي. وفما مفاجأة أخرى زاد مخبينها إن شاء الله تو تعرفوها. هذه مفاجأة كبيرة برشا، مغامرة متاع أبرتير من 6 أيام أسبوع هكا تبدا، مش مغامرة متاع ماهيش كيما المغامرات الآخرين، أما باش تكون أقوى. باش يكونوا إن شاء الله فما ديزافونتور في الأوفرود بالفي تي تي، باش نعملوا معناها بايك باكينج، باش نزوروا مناطق وباش نخيموا فيهم ان شاء الله. باش نحكي لكم على الافونتور نتاع اليوم اللي هي ديما نبدو السيزون نتاع الكامب والروندوني، نبدوها بالقمه نتاع جبل بن يونس اللي هي ورانا هذه كما قاعدين تشوفوا فيها قمة جبل بن يونس. هذه المرة السادسة معنا باش نطلعوها. كل عام نبدو السيزون بالقمة نتاع جبل بن يونس. اللي ما يعرفش القمة هي الالتيتود نتاعها 850 متر، تبعد جوست 6 ولا 7 كيلومتر من قفص المدينة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا سيركوي مزيان، فيها برشا دي سيركوي هما يوصلوا حتى 15 كيلومتر. ميساج زاد اعطونا اقتراحات نتاع بلايص نجموا نكونوا فما بلايص ما نعرفوهمش ان شاء الله نكتشفوهم، اعطونا فكرة عليهم. باهي فما فكرة باش نوضحها لبرشا عباد يتسألوا عليها كي يجوا الجنوب التونسي ويشوفوها وما يفهموهاش. فما حاجة في الجمل سموها بالمصطلح نتاع الجنوب الهدارة. الهدارة هي معناها اللسان نتاع الجمل اللي خرجها على برا. باهي علاش بالضبط؟ فما بريود تبدا من نوفمبر حتى المارس، الجمل فيها يعمل اللقطة هذه قدام الذكورة الآخرين، فهمت ولا؟ باش يفرض الهيمنة والسيطرة بتاعه قدامهم، في نفس الوقت يبدا يتباهى باهي قدام معناها نقول احنا الاناثي نتاع الجمل. هذه اسهل بلاصة، اصعب بلاصة نقصد في الاسكالاد نتاع جبل بن يونس. ويكون فما ليدر اللي هو مثال كيما معنا اليوم مختار، انا وياك هيك نحاولوا نلوجوا على ثنيه ديما هكا ونرجعوا له اللي هو معناها هو المرجع نتاع النظر نتاعنا اللي باش نفهموا من عنده اسكو نعملوها هذيك ولا لا. نتفقوا الناس الكل كي على راي واحد، خاطر كي تكون ليكيب معناها متفاهمه في راي واحد خير من كل واحد ورايه، فهمت ولا لا؟ علاش هكا مساواة والحريه والعدل الحاجات هذاك الكل كي الناس كل تعطي رايها صاحبي. في الافونتور لازم الناس كلها تعطي رايها في الافونتور، ما فماش واحد يفرض راي على الاخر. لازمنا كلنا معناها نجتمعوا هكا، كل واحد يعطي قرار وفي الاخر نخرجوا بقرار اللي هو باش خاطر هكاك تعلمك انت كيفاش اصلا تخدم كجروب، وتعلمك انك تحترم اصحابك زاده وزملائك في الجروب في الافونتور بصفه عامه. اللي دور هوانا قاعد يستنبط لنا في طريق هكا، يخمم في طريق منين باش نطلعوا، خاطر جبل بن يونس عنده برشا بلايص منين يطلعوا. فما بلايص الحق هما كأنهم حيط هكا، كأنهم جدار كيما هذه مثلا لهنا، هذا كما تشوفوا فيه كل حيط لهنا امبوسيبل معناها عبد ينجم يطلع هكا ولا هكا. باش نطلعوا زقزاق يعني لازمنا باش نطلعوا زقزاق لازمنا نلقوا زوز ممرات ولا 3 نلقوا مع بعضنا نطلعوا زقزاق باش تسهل لنا طلعة، خاطر بكلها يعني حيوت، كلها حيوت مصلي على النبي كبيرة وكل شيء. جبل بن يونس معروف وعندنا برشا دخلات، وتوا هنا قاعدين نتفاهموا وان شاء الله باش نلقوا اقرب ثنيه واسهل ثنيه باش نطلعوا منها الكل مع بعضنا ان شاء الله. فيها معناها من هنا باش نعملوا زقزاق. لو شفت هذايا نطلعوا من هنا نمشوا هكا، بعد نطلعوا هكا، بعد نمشوا هكا، نوصلوا لهذاك، بعد ندخلوا هكا.
المهم قريت ريت احنا كي ندخلوا الدخله هذيك علاش نبدو باينين جي. فهمتك. السيارة دي من غير ما تعمد عليها. هذيك من غير ما تعمد عليها. هاي عاد لا ضايع. تقريبا ربع المسافة تو. عملنا تقريبا 3 كيلومتر ونص من الكياس من غادي لهنا. مازال ينتظر فينا برشا طلوع كما قاعدين تشوفوا. ان شاء الله ماشي متاع ساعتين ونص اخرين نبدو في القمة. صديقي مهدي مراقل. نحن لا. وين ما عادش برشا. جبل بن يونس. وين اسمي من الصور. هي الفي بانوراميك ديجا من تو ما شاء الله. يعني انا تخيل اللي كي باش توصل لفوق يعني باش تشوف حاجة اكسترا اوردينير ومش السحر متاع قمة جبل بن يونس ان هي جت في وسط القمم اللي دايرين بها كل في ولاية قفصة كل. معناها تفتح على المناظر كلها. تنجم تشوف جبل عرباطة، جبل بورملي، جبل كيف نسورة. فما جبولات في الرديف وهم العرايس والمتلوي بان وجبل الثلج ديجا كما قاعدين تشوفوا. هذيك الحاجة الوحيدة اللي تخلينا ديما نبدو بجبل بن يونس كأول افونتور في السيزون ديما متاع كل عام. بدينا نوصلوا شوي للقمة، لازمنا راحة شوي باش نسترجعوا شوية طاقة ان شاء الله. شوية دقلة بنان حاجة كيكة نشربوا برشا ماء. أهم حاجة هي الفوق شوي نزيدوا شوي فوق ونطلعوا إن شاء الله. أما المنظر لهنا مش نورمال مصلي على النبي. جبولات كل دايرة بينا مصلي على النبي. القمم الكل نشوفوا فيها وباش نعاودوا نمشوا لهم إن شاء الله وباش نعاودوا نجوا لهنا. هاي صديقي مهدي. لا برجولية فيها نوع تاع بورتري هذه يا اخي. مازال بلاصة مزيانين. باش نعمل لك بورتري لهنا على الفاضي. الفيو هذه المزيان على فكرة. والالتيتود هذه كلها في شطر الجبل بركة. معناها شطر الالتيتود طلعنا مع قرابة 450 ولا 425 لهنا. جوست عملنا ترتيحة صغيرة متاع 15 مينوت وباش نواصلوا ان شاء الله في اتجاه السومي. توا ابوبري عملنا 65-70% من لافونتور من الطلوع معناها للقمة. قدام فما ضباع زي موجودة. ففي قفصة صعيب نورمالمون الضباع. لا موجود ديجا سلك سطحة. شي مرة مش اثنين يقوا واحد ضربتها الكمين تاع الفوسفات 3 مرات برسك في بالي. والله انا في بالي في الزون تاع عين دراهم غادي. لا موجود عندنا فهمتي ولا؟ اما ما يبانش. توا عاملين 7 كيلومتر ونص
والالتيتود 640. تو عاملين 640 التيتود، وعملنا 7 كيلومتر ونص طلوع اسكالاد، ومعاها هاي ماهوش ماشي معنا لوط. باش نحكي لكم على الادفنتور الجايه اللي هي ان شاء الله جبل بوراملي، اللي هو ثاني اعلى قمه في الجنوب التونسي بعد جبل عرباطه، واللاتيتود بتاع 1156 متر، وان شاء الله تسنونا فيه هو المره الجايه. احنا قريب نكملوا توا الالتيتود بتاعنا في جبل بن يونس، وهذاك ستاج الوحش خاطر لازمها شويه خدمه باهيه مزيان، اما نحن لها. توا لينا بالوقت بالضبط 4 سوايع غير درج. عملناها في برشا وقت نتسموا، على خاطر قاعدين نحبسوا ونصوروا ياسر، خاطر الله غالب هذيك اجواء لي زافونتور وكيفاش نوثقوا. دونك تاكلنا برشا وقت الحكايه نتاع سورتو الفيديوهات. اصحابي مع طلوعنا كل نطلع نلقوا اثار جديده وكل شيء، حاجات تدل على ان البلاصه هذه الكل قفصه ككل وجبل كانت منذ الاف العصور، كانت بحر الكل. والدليل لقيناه برشا مرات، مش كان في الطلعه دي غير بركه تو حبينا نوثقوه بالتصاور وبكل شيء. يعني اصداف لقيناها قديمه برشا، اصداف المتحجره هذه راهي على فكره. اي نجم تزيد توريها لهم شوي هيك في هذا فم البابوش نعرفه، هذاك من الأصداف. هذا البابوش الابيض هذا تعرف قفصه الكل تعرفه براسك، البابوش الابيض هذا ديما موجود، والاصداف هذه متحجره. هي هذه نلقاها في القمه تقريبا، في القمه قريبه شوي، تدل يعني ان هي البلاصه هذه كل كانت بحر قبل. ايه فما معلومه اخرى فيما يخص الكلام اللي قاله مختار باش نضيفها ليه، اللي هو على حكايه انها قفصه كانت من قبل معناها بحر، ويقولوا اللي شط الجريد كان مربوط لهنا معناها بقفصه وثنيه ما بيناتهم. يعني فما نقول احنا كالنهر متعدي، وشط الجريد هو عباره معناها نقول احنا بحيره كبيره، فهمت ولا لا؟ مربوط معناها نقول احنا بالبحر اللي هو البحر اللي موجود معناها كان فيه قفصه، فهمت ولا لا؟ والله اعلم معناها. اما كي تحلل انت معناها البلاصه وتشوف معناها التراساج معناها نقول احنا ما بين قفص وما بين شط الجريد، كلام ينجم يكون 100% معناها معقول ومتوافق، خاطر احنا اعلى ديجا من المنطقه اللي فيها شط الجريد وما جوارها. لهنا باش تكمل لافونتور متاعنا كيف ما كل لافونتور. نتمنى تعطونا برشا بلايص اخرين نزوروهم نكتشفوهم مع بعضنا ونصوروا فيهم فيديوهات. نتمنى صديقي مهدي استمتع اول مره في قمه جبل بن يونس. كانت اكسبيريونس ياسر مزيانه وننصح اي واحد يجربها صراحه. طياره على الاخر وفا بون شويه ديفيكولتي في الاول، من بعد هذيك تولي سهله. لا ما حالفناش الحظ هكا، الشمس قويه برشا. الكونسوماسيون تاع الماء معناها بريسك ما عادش عندنا برشا ماء باش نهبطوا.
باش نحاولوا نقتصدوا الماكسيموم في ساعتين الماء. وبريسك كل واحد اي بسيطة ساعتين بسيطة. الى ساعتين ونص هبوط باش نحاولوا نهبطوا من بلاصه سهله، خاطر باش ما نكونسوموش برشا ماء هكا.